ولأنظر من أنا في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول كتابا فيه ذكركم، يعني ستجد نفسك في القرآن الكريم ويقول لك القرآن الكريم من أنت، ويحدد لك مسار تسير بموجبه. فكانت هذه بإيجاز رحلتي إلى القرآن من عالم الهندسة إلى عالم القرآن. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يبين أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، فهو أمام طريقين الآن، إما أن يرتقي إلى مرتبة عليين، وإما أن ينزل إلى أسفل سافلين. يعني الإنسان مهيأ للطريقين، إما أن يرتقي هذا الارتقاء، وإما أن يسقط إلى الأدنى. فإذا أحب هذا الإنسان أن يرتقي سيرتقي. وأجيب لك مجموعة آيات تبين حال الرقي. مثلا يعني أنا وأنا أقرأ الفاتحة كبداية، تجد في الفاتحة في طلب نحدده، وهو اهدنا الصراط المستقيم. أنت الآن طلبت من الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة أنه يهديك الصراط المستقيم. لما تقلب الصفحة وتقرأ بداية البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه سببت لي أزمة. طيب وإذا ما نش من المتقين، يعني القرآن هذا ما هوش ليه، هذه سببت لي أزمة كبير. إنه معقول أنا طلبت الهداية من ربي وهو يقول لي هدى للمتقين؟ فتصور أنت لما تعيش هذه الأزمة وتواصل قراءتك في القرآن، كيف يقول هدى للمتقين؟ طيب ولا ما نش من المتقين؟ وأنت تواصل القراءة والسؤال مفعل في ذهنك، تصل إلى آية الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وتجي تشوف ويبين لك في آية الصيام إنه هدى لمن؟ للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. إذن أنا من الناس، أنا من الناس، وفي إمكانية أن أصل إلى مقام المتقين. فهو إذن هدى للناس لإخراجهم من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإسلام. فيصبح الإنسان الآن من مسمى إنسان إلى مسمى المسلم، إلى مسمى المسلم. برضو عادك ما رجعتش لعند المتقين. لاحظ، وأنت تسير. طيب أنا مسلم، وإذا أنا مسلم إيش مطلوب مني؟ تجد السنة مثلا في علاقة بين السنة والقرآن. إذا أجملت السنة فصل القرآن، وإذا فصلت السنة أجمل القرآن. السنة تقول لك علشان تكون مسلم مطلوب منك أنك ما تؤذيش أحد، بس ما تؤذيش أحد. المسلم من سلم المسلمون، وفي رواية من سلم الناس. يعني أصبحت بهذا المسمى الآن، أصبحت مسلم بهذا المسمى. نعم، أصبحت مسلما بهذا المسمى. وبعدين تجد القرآن يقول لك هدى وبشرى للمسلمين، ليأخذهم من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان. قالت الأعراب آمنا